الترند اللي قالب الدنيا طبعا مكشكشه، هنعملها بسعر موفر جدا في البيت، بتتباع بره ب 400 جنيه الصينيه، فاحنا هنعملها طبعا بارخص سعر. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه مقادير الشربات بتاعنا: كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، حطيت عليهم نص ليمونه، رفعتهم على النار على طول، بيقعدوا حوالي 10 دقايق. اول ما بيبدا يتقل معاكي طفي عليه النار على طول، وفي الاخر رشه فانيليا. هنعمل القشطه بتاعتنا: حطيت نص كيلو لبن، معلقتين كبار ونص من النشا، دوبتهم كويس قوي. جبت مكعب من الزبده، وضفت له معلقتين سكر بودر، معلقتين كبار مليانين من اللبن النيدو، وكمان ربع كوبايه من الميه. ضربتهم كويس قوي في الخلاط، ونزلت على الخليط اللي هو اللبن بالنشا. هدوب بقى كله على البارد قوي كده بالمضرب الاول. رفعتهم على النار، اول ما يبدا يتقل كده بالشكل ده طفي النار على طول، ولازم تسيبيها تبرد تماما عشان تشتغلي بيها. جبت لفه جلاش وقسمتها كده نصين. انا هعمل صينيه كبيره، انت ممكن تعملي صواني صغيره فهتشتغلي بنص لفه بس لو هتعملي صينيه صغيره، لكن انا هعمل صينيه كبيره. قسمتها خلاص بقى. كانت اللفه دي كانت عندي يعني في الفريزر، المفروض تبقي جايباها صابح كمان، يبقى حلو قوي. دهنتها كده على طول مسحه سمنه. اي صواني عندك اشتغلي بيها على طول. كل راق بدهنه مسحه سمنه بالفرشه كده على طول، واي سمنه طبعا انت تستخدميها اعملي بيها. انا بصراحه بعمل بسمنه بلدي، فالحاجه بتطلع يعني بصراحه تحفه، طعمها بيبقى حلو جدا زي بتاعه المحلات بالظبط، المحلات الغاليه، عشان كده بتتباع غاليه طبعا في المحلات. همسك بقى نص اللفه كده من تحت كل رقه، احط مسح السمنه، لازم مهم جدا عشان خاطر الرقات كلها تبقى مستويه معاكي. وهنزل بالكميه بتاعه القشطه طبعا كلها، بس بفرد شويه بشويه كده على طول، واحاول ما تطلعهاش لبره عشان الصينيه ما تبهدلش معاكي، خليكي لجوه كده، افردي بيها ايه لجوه. احط زي ما انتم شايفين الكميه هي، وهكمل اغطيها بس الاول. بعد كده لو لقيت بقى جوانب طالعه كده، بحاول اسويها كويس قوي كده بالشكل دوت. وهقفل عليها كمان من فوق كويس كده. وبعد كده هرجع بقى الجزء الباقي هكشكشه كده ايه، هوريكم ازاي. ممكن تعمليه على شكل مروحه زي اللي احنا كنا بنعملها زمان يعني بالورقه بتاعت الكراسه، وممكن تكشكشيها على طول. الجلاش معايا كمان عشان باهت يعني وكده في الفريزر، فبيبقى فيه معايا متقطع كتير. بصوا بقى ابدا اكشش كده. دي الكشكشه دي بصراحه حلوه جدا، احسن من المروحه كمان. بحط بقى من على الوش كده رقين كده من على الوش كده، مسح السمنه بسيطه قوي، وببدا اكشكش ايه على طول بالشكل دوت كده. وحطي على وش الصينيه بالشكل ده. بصي، هي الصينيه سهله جدا على فكره يعني. هو جلاش بالكريمه، محشي كريمه يعني، بس مسقي بقى بايه بالشربات وباللبن. هوريكم ازاي الخطوه الاخيره دي، يعني خطوات سهله وبسيطه جدا. بس هو الخطوه المهمه اللي عشان نسميها مكشكشه، اللي انت بكشكشي في الاخر وش بتاع الصينيه بتاعه الجلاش زي ما بوريك كده، فعشان كده مسمينها ايه المكشكشه. لسه كمان بقى الهيصه واللايصه كمان هبقى اقولها يعني انزلها لكم فيديو ان شاء الله. دي برضو حاجه حلوه بتتباع برضو في المحلات، نازله جديده هنعملها برضو ان شاء الله، هتعجبكم قوي زيها زي القشطوطه. انا برضو القشطوطه لسه ما عملتهاش، بس هي برضو كيكه مسقيه بحليب، عليها صوص كراميل كده، يعني سهله. ان شاء الله هنزلها لكم فيديو تاني. بصوا بقى، انا خلاص خلصت الكشاشه كلها بالشكل دوت ورصيتها، وحطيت على وشها بالفرشه ايه سمنه.
خلاص استوت معايا بقى، بتاخد لون معاكي من الجوانب كده، بتدخليها الرف الوسطاني درجة حرارة 180. تستوي معاكي من تحت كده، تاخد اللون الذهبي، ايدي عليها الشوايه على هادي، تبدا تخرج معاكي. هتسقيها بكوبايه لبن، وبعد كده بالشربات اللي احنا عاملينه ده. انا ما حطيتش الشربات كله، انا حطيت يعتبر ايه، يعني حوالي كده تلات ارباعه مش كله. فوت حبه صغيرين كده، بشيلهم في التلاجة عادي، ما يحصلوش اي حاجه خالص. بترش على وشها بقى اي مكسرات انت بتحبيها، تحطيها ايه على وشها. تسيبيها بقى شويه كده تشرب بقى من اللبن، وتشرب كمان من الشربات كويس قوي. وابداي قطعي بقى وتاكلي منها، يعني حوالي نص ساعة كده. غطيها بس بالغطا بتاعها، وابداي على طول على التقديم على طول. بس هي دي المكشكشة يا جماعة اللي قلبة الدنيا. طريقتها سهلة وبسيطة. بتبقى بصوا رأيي فيها بصراحة، هي كويسة جدا وطعمها حلو، بس مش لدرجة الترند اللي قلب الدنيا وكل القنوات عمالة تعملها ومش عارف ايه. يعني عادية بصراحة، هي جلاش محشي كريمة ومسقي ايه لبن، ومسقي كمان شربات، وخلاص على كده. يعني سهلة وبسيطة، ممكن تعمليها وتجربيها وشوفيها بقى طعمها حلو ولا ايه. بس هي طعمها حلو. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم. شايفين بقى حلوة جدا.